أسس بالعربي. شهادة أسس بالعربي، أهلا وسهلا بكم في شرح كورس إيس المدرب الشخصي شابتر 14، ألا وهو بعنوان Exercise Considerations Across the Life Span، يعني الاعتبارات الرياضية واحنا بنمرن مختلف أنواع العمر. من المواضيع اللي هناخدها النهاردة مع بعض: Describe the recommended exercise guidelines for youth, women during pregnancy and postpartum period, and older adults. هنشرح هنا ازاي نمرن الشباب الصغير والحوامل في الفترتين اثناء الحمل وبعد مرحلة الولادة، وكمان كبار السن عشان يتمرنوا بشكل آمن. رقم 2: list the risk factor for exercise for women during pregnancy and postpartum period، يعني هنعرف ايه هي المخاطر اللي ممكن تحصل للحوامل سواء فترة الحمل او بعد الولادة بسبب الرياضة. رقم 3: apply the ACE integrated fitness training model to youth, women during pregnancy and postpartum period and older adults. وهنا بقى هنطبق نموذج ACE IFT موديل على اليوث الشباب والومن البريجنانسي واللي بعد الولادة والناس الكبيرة. رقم 4: explain the unique benefits of muscle and cardiorespiratory training for youth, women during pregnancy and postpartum period and older adults. هنشرح الفوائد المهمة جدا لتدريب العضلات والكارديو في نفس الوقت لمين؟ للشباب وبرضو الستات اثناء فترة الحمل وفترة ما بعد الولادة، وكمان لكبار السن. واخيرا describe some typical physiological and structural changes that occur due to aging. وهنا هناخد بعض التغيرات الفسيولوجية واللي بتحصل بسبب الشيخوخة، يعني الناس اللي بتكبر دي ايه هي التغيرات اللي بتبقى جوه من حيث بنية العظم وقوته وضبطات القلب وكذا حاجة هتبقى مهمة جدا، وده كله عشان نقدر نمرن جميع الناس دي through the life span وبشكل سيفتي وصحي في نفس الوقت. خليكم معانا ورقة وقلم ويلا بينا نبدأ الحلقة. الأبحاث بتأكد إن في فوائد مهمة جدا لممارسة التمارين الرياضية، بس الكلام ده لو عملناها إمتى؟ لو عملناها بانتظام عبر تغيرات العمر أو تقدم العمر بتاعنا، يعني طول الحياة بمعنى أصح. ليه؟ لأنهم درسوا لقوا إن احتياجات الناس وأهدافهم وقدراتهم حتى البدنية مع تقدم العمر بتختلف، فبالتالي طول الحياة من الضروري إن المدرب الشخصي يحط في اعتباره التغيرات دي وهو بيعمل ايه وهو بيصمم البرامج الرياضية، وخصوصا في الفصل ده بخصوص الأطفال لغاية مرحلة الشباب والمراهقة والسيدات أثناء الحمل وفترة ما بعد الولادة وكبار السن. تعالوا نبدأ بأول حاجة exercise and youth. هنا مرحلة يوث بيقصد بيها الأطفال من سن 5 سنين حتى ما قبل البلوغ اللي هم المراهقين. النشاط البدني مهم جدا للأطفال زي ما هو مهم للكبار، وللأسف شباب كتير مش بيلعبوا أو بيتحركوا كفاية، وده بيعرضهم لأمراض ممكن في المستقبل زي الضغط والسكر والسمنة. كمان عادات الكسل اللي بيتعودوا عليها وهم صغيرين بتكمل معاهم لما يكبروا، من شاب على شيء شاب عليه. طيب ليه النشاط قل عند الأطفال أو عند الشباب؟ أول سبب: المدارس قللت حصص الألعاب، مبقاش في حصص ألعاب رياضية كتير. الأطفال بقوا بيقعدوا قدام الشاشات كتير والموبايلات، سوشيال ميديا، فيديوهات، ألعاب إلخ أكتر مما بيتحركوا. بقى في أماكن كتير خطيرة حوالينا، يعني لو تفتكروا زمان كان يقولك الطفل انزل العب في الشارع، دلوقتي اصل هيتخطف، اصل طريق سريع، اصل العربيات، فالاطفال مش بيخرجوا يلعبوا في الشارع او الجناين زي ما احنا كنا زمان بنلعب ونتحرك. كمان النشاط البدني بيقل كل ما الطفل بيكبر خصوصا عند البنات، يعني في مجتمعاتنا ما بتخرجش كتير مع اصحابها، ما بتروحش تشتغل، مستنية العدل، انتوا فاهمين يعني اللي انا اقصده. طب تعالوا نشوف ايه هو مفهوم الثقافة الرياضية. يعني ايه
ثقافة بدنية أو ثقافة رياضية. يعني إن الطفل يبقى عنده ثقة وحب في إنه إيه يتمرن، لا إنه يتحرك طول حياته. وهو ده مفهوم الثقافة البدنية. بدن يا جماعة، الجسم يبقى قادر يتحرك على طول ما أسس بالعربي. This is the most professional master trainer in the Middle East, Coach Ahmed Mega Hype, founder of Oso's Bel Arabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way. Through sanity to nutrition, to injuries, to biomechanics, everything you need, all in one place. Join us now, this is your time. Step up strong, get on your grind. Oso's Bel Arabi, we lead the way. Be a pro, started too late. Join us now, this is your